السلام عليكم أيها المشاهدين، أيتها المشاهدات. جيت عاوتاني اليوم وللمرة الثالثة كنوجه واحد النداء ديالي للجهات المسؤولة، واللي من بينها المدير العام للأمن الوطني والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مدينة بني ملال، والسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح. شوفوا أيها الرأي العام، شوفوا حنا على أبواب السنة ديال 2024. شوف جلالة الملك، شوفوا أيها المسؤولين، يعني الخروقات أو شبه الخروقات اللي كتوقع في مدينة الفقيه بن صالح. يتم توظيف شكايات عامل إقليم الفقيه بن صالح في ملفات سياسية، علما أيها الإخوان عامل إقليم الفقيه بن صالح برفقة الباشا رافعين بيا شكاية في أواخر ديال 21، يعني شهر 11 الاخر ديال السنة ديال 2021، واستمعت ليا الشرطة في البدايات ديال 2022 استمعت ليا بخصوص هاد الشكايات، وخصوصا بخصوص الشكاية ديال العامل. استمعت ليا فيها المرة الأولى ودلينا بوثائق بأن راه حنايا راسلنا أو رفعنا شكايات لواحد المجموعة ديال المؤسسات اللي من بينها وزارة الداخلية ومحكمة جرائم الأموال في القضية ديال الدعم ديال المبادرة. وكنتفاجئ عاوتاني سنة، يعني في الصيف ديال 2022، السنة ديال 2022 كيجبدوا لي نفس الشكاية ديال عامل إقليم الفقيه بن صالح، تيقولوا لي كاينه عندك ثاني واحد الشكاية. استمعوا لي للمرة الثانية بخصوص هذه الشكاية، واليوم كذلك جبدوا لي نفس الشكاية، استمعوا لي بغى يستمعوا لي فيها للمرة الثالثة، علما أيها الإخوان أيها المشاهدين أيها المشاهدات أنني كنمشي نسول على المصير ديال هذه الشكاية، كيقولوا لي بأن مشات للمحكمة. وكيف يعقل باش أننا نشوفوا شكاية كتبقى عند البوليس 6 سنين؟ كيتسمعوا لي 3 المرات. بالله عليكم السيد المدير العام للأمن الوطني، راه كنوجه لك واحد النداء، شكون اللي كيوظف هاد الشكايات ديال العامل ضدي وكيوظفهم في ملفات ديال سياسيين اللي ترفعوا بيا شكايات اللي هي كيديه؟ والشكايات سيد المدير العام للأمن الوطني كاين شي شكاية اللي كتبقى في المصلحة الأمنية 3 سنين ومصنتين فيا ليها اليوم المصلحة الولائية ديال مدينة بني ملال، يعني اللي على إثر البحث اللي مشى الملف من الفقيه بن صالح إثر تعليمات ديال النيابة العامة، وعاودوا جبدوها ليا استمعوا ليا فيها برفقة أو بمعية شكايات ديال بعض السياسيين، شكايات اللي هي كيديات اللي منهم برلماني. سمعوا الرأي العام، سمع السيد المدير العام للأمن الوطني، كنوجه لك نداء باش تجي المفوضية أو ترسل لجنة تفتح تحقيق ماذا يقع في المفوضية ديال الشرطة ديال مدينة الفقيه بن صالح. واش كاين السيد المدير العام للأمن الوطني شي شكاية اللي كتبقى في المصلحة 3 سنين؟ استمعوا ليا فيها المرة الأولى واستمعوا ليا فيها النوبة الثانية والثالثة في المرات. واش هاد الشكاية كتستعمل كوسيلة ضغط؟ واش هاد الشكاية كتوظف في الملفات ديال السياسيين؟ ومن وراء توظيف هاد الشكاية؟ وشكون هي الأيادي اللي كتستعمل هاد الشكاية؟ واش كاينه شي قانون اللي كيقول لك ان الشكاية تبقى عند المصالح الأمنية 3 سنين ويستمعوا لك فيها الشرطة 3 المرات؟ حنا اللي كنعرفوا شكاية كتمشي عند المصالح الأمنية ما كتفوتش 15 يوم كترجع النيابة العامة اللي كدير فيها تعليمات، فما بالك باش نشوفوا شكاية ضد واحد اللي كيمارس حرية التعبير؟ أن شكاية ديال عامل إقليم الفقيه بن صالح كتوظف ملفات ديال برلمانيين وديال أشخاص اللي هما سياسيين من أجل الضغط أو التأثير على هاد الشكايات. علما أيها الرأي العام عامل إقليم الفقيه بن صالح
رافع بي انا واحد المجموعه ديال الشكايات، وتعرضت للفبركه ديال الصور ديالي، وانهم نشروا التصاور ديالي مفبركه مرفوقه بمقالات كوني انني انفصالي وانتمي لجبهه البوليزاريو وكنتلقى دعم من الجبهه ديال البوليزاريو. فين هما هاد الشكايات ديالي؟ دير شكايات بعامل اقليم الفقيه بن صالح، بهاد البرلماني، بواحد الخادم معاه، وواحد المجموعه، واحد المسخر اللي كيضل تا هو كيدافع عليهم، كيدافع على هاد المجموعه وكيسب وكيقذف عثمان الجدي. دافع واحد المجموعه ديال الشكايات. علاش انا هاد الشكايات ديالي ما يتحالوش على المصالح الامنيه ديال بني ملال باش يتفتحوا تحقيق، علما انهم شدوا فربكوا لي واحد المجموعه ديال التصاور وداروني في واحد الوضعيات اللي هي فين وصلوا هاد الشكايات ديالي. فين هما هاد الشكايات اللي رفعت ضد عامل اقليم الفقيه بن صالح؟ واش كاينه الراي العام، المسؤولين، الناس ديال القانون؟ واش هذا قانون اللي شكايه عند المصالح الامنيه فين ما مشيت كيجبدوها ليا وكيتم التوظيف ديال هاد الشكايه اما في ملفات ديال السياسيين او في ملفات ديال بعض الاشخاص اللي كيدافعوا على العمل وعلى هاد السياسيين. سمعوا ايها الراي العام، هاد شنو اللي كيوقع في مدينه الفقيه بن صالح. السيد المدير العام للامن الوطني، والسيد المدير العام للامن الوطني، شكون هي الجهات اللي كتحرك ضد عثمان الجدي، علما ان المصالح الامنيه، علما ايها الاخوان سمحوا لنا على هذا الانقطاع الخارج عن الاراده، ان كانت بعض المعلومات اللي مشات النيابه العامه تيقولوا بان عثمان الجدي ما بغاش يجي يحضر البحث، ومشينا ليه او صيفطنا ليه ازيد او حوالي 18 مره. انا جيت اليوم وهذاك العقار اللي كانوا تيمشيو ليه ما بقيتش فيه، وانا ما عمري توصلت بشي استدعاء او انني توصلت بشي مكالمه هاتفيه كيقولوا لي فيها باللي اجي، وداروني انا المعلومات اللي مشات النيابه العامه انني انا ما بغيتش نمشي باش يتصنتوا لي المصالح الامنيه. واليوم مني جيتوا تصلحوا لي وتصنتوا لي عفوا المصالح الامنيه او استمعوا لي المصالح الامنيه ديال مدينه بني ملال او الشرطه القضائيه المصلحه الولائيه ديال مدينه بني ملال على اثر شكايات ديال بعض السياسيين، جبدوا لي هاد الشكايه كذلك ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح اللي سامعت لي فيها الشرطه ديال الفقيه بن صالح جوج المرات، واليوم سامعت لي المصلحه الولائيه ديال مدينه بني ملال لثالث مره في هاد الشكايه. بالله عليكم ايها المشاهدين، ايها المشاهدات، ايها الراي العام، واش من المعقول هاد الحوايج اللي كنشوفوا في مدينه الفقيه بن صالح؟ انا ما كنطالب حتى بشي حاجه. السيد رئيس المنطقه الامنيه مدينه الفقيه بن صالح، انا كنقول لك حشومه هاد الشيء اللي كيتمارس على عثمان الجدي، حشومه عليك رئيس المنطقه الامنيه، حشومه عليكم انكم ديروا هاد الحوايج او انكم تمارسوا هاد الحوايج عليه، علما انكم انتم كاملين كنتو كتعطيوني معلومات. هذا شدينا كيبيع الحشيش، هذا شدينا كيبيع الكيف، شدينا عصابه، وكنتو تتعيطوا عليا وكنصور لكم والفيديوهات باقين، والتليفونات ديالكم عندي والواتساب كاع الاغلبيه كان كيتواصل معايا وكترسلوا لي المعلومات ديال هذا شديناه هذا في الواتساب. وهذا الشيء كاع انا مستعد ان التليفون ديالي يتحال على الخبره، وكنطالب من السيد المدير العام للامن الوطني بحكم انني ازاوي الحريه التعبير، انني عندي اعتماد ميدان ديال الاعلام، انني باش ننشر لهم هذا الشيء. واليوم مني كنشوفوا ان كاين يعني واحد الضغط ديال البرلمانيين وشكايه اللي كتوظف ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح اللي كاينه من اواخر ديال السنه ديال 2021 بقى الحدود الساعه بالمصلحه الامنيه. راه من العيب والعار باش نشوفوا بحال هاد الحوايج كتمارس في مدينه الفقيه بن صالح. شوفوا الراي العام، كنوجه نداء كما انني كنبغي نخبر الراي العام
بهاد الحوايج اللي كتوقع في مدينه الفقيه بن صالح. واش كاين شي واحد اللي شكايه كيتصنتوا ليها فيها المصالح الامنيه 3 المرات، كل مره كيجبدوها ليا؟ اجي عندك واحد الشكايه ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح وباشا مدينه الفقيه بن صالح، علما ان المصالح الامنيه ديال بني ملال القويله مني بغا يجبدوا ما لقاوش الشكايه ديال عامل ديال عفوا كاينه الشكايه اللي استمعوا ليا فيها لثالث مره وما لقاوش الشكايه ديال الباشا. قال لك الشكايه ما فهمتش انا هاد الحوايج هادو واش غير استمعتوا ليا، وانا كنعرف انا الشكايه كيستمعوا ليه فيها، يعني كيستمعوا للمشتكى به، كتحال على المحكمه، ربما ترجع تعميق البحث المعلومات، كتعيطوا لي انا شحال من مره مشيت وكتجبدوها لي، ما كتقولوا لي لا كاينه تعليمات لا والو. وكيف يعقل باننا نشوفوا شكايه كاينه 3 سنين؟ علاش؟ واش حيت ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح؟ واش حيت هو عامل؟ انا ماشي مواطن. فين هما الشكايات ديالي انا ضد العامل اللي حتى انا شاكي به؟ وهاد الافراد ديال الشبكه اللي داروني مع البوليزاريو كيدافعوا عليه ومصورين معاه. كيف يعقل؟ انا كنوجه النداء ديالي مجددا للمؤسسه الملكيه، راه من العيب والعار واش هذا حيت عامل اقليم الفقيه بن صالح عباد الله. كاع التجاوزات السيد المدير العام الامن الوطني، بغينا انك ترسل لجنه ديال التحقيق وتشوف من وراء هاد الحوايج اللي كتوقع في المصلحه ديال الامنيه ديال مدينه الايادي اللي كتوظف هاد الشكايه، وتفتح كذلك تحقيق في التواريخ اللي استمعوا ليا فيها بخصوص هاد الشكايه. شكايه وحده 3 سنين وهي عند المصالح الامنيه، فين ما مشيت كيجبدوها ليا، فين ما شي رجل سياسي كيجبدوها ليا كيبغيو يوظفوها من اجل الضغط. ومن هنا كذلك كنبغي نخبر الراي العام بهاد الحوايج اللي كتوقع في مدينه الفقيه بن صالح. راه من العيب والعار باش نبداو نشوفوا بهاد الحوايج. فين هما الشكايات ديالي انا؟ مجموعه ديال الشكايات، لا ضد هاد البرلماني لا اللي تيفربكوا ليا التصاور ويلوحوهم في وضعيات اللي هي مخله، ناهيك على التدوينات المسيئه، ناهيك على الاتهام ديالي بانني عنصر كننتمي للجبهه ديال البوليزاريو، فبركه التصور ديالي وانني كندعم البوليزاريو. فين هما هاد الشكايات ديالي انا؟ علاش ما يمشيوش للمصلحه الامنيه ديال مدينه بني ملال؟ وعلاش كتوظف هاد الشكايه ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح؟ وشكون هي الايادي الخفيه في المصلحه الامنيه او الجهات اللي عطات التعليمات ديالها باش يتم عاوتاني ان هاد الشكايه ترجع باش يتفتح فيها، يعني يتم الاستماع ليا، علما ان هاد الشكايه بلا ما نبقى نعاود في الهضره. هاد الشيء راه يسيء الراي العام، راه يسيء باش نشوفوا بان كتم توظيف شكايه ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح في ملفات اللي هي سياسيه. كنطالب فتح تحقيق مع شكون هي هاد الايادي الخفيه داخل المصلحه الامنيه اللي كتستعمل هاد الشكايه ومن وراء اعطاء هاد التعليمات. كنطالب السيد وكيل جلاله الملك لدى المحكمه الابتدائيه بمدينه الفقيه بن صالح فتح تحقيق ويعني والبحث عن الملفات المحاضر اللي فايتين السامعين ليا بخصوص هاد الشكايه الكيديه ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح، علما ان هذاك الشيء ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه درنا فيه واحد المجموعه ديال الشكايات لمحكمه جرائم الاموال، شكايات الوزاره الداخليه، شكايات القصر الملكي، شكايات للمؤسسه ديال الوسيط من اجل فتح تحقيق. وراه غاديه الامور لحدود الساعه جاريه. راه حشومه هادشي اللي ولينا كنشوفوه. السيد رئيس المنطقه الامنيه ان شكايه 3 سنين وهي في المفوضيه ديال الشرطه، وان فين ما مشيت كتجبد ليا كيقول ليا انها عندك شكايه ضد رافع بك عامل اقليم فقيه بن صالح، وكتوظف في شكايات كيديه ديال اشخاص سياسيين وبرلمانيين. شوفوا ايها الاخوان، كونوا الراي العام شهدوا بهاد الوقائع اللي كتوقع وفي الضغط اللي كيتمارس في هذا الملف هذا. اشنو هو اللي بغى يكون هذا البرلماني؟ رفقه الاشخاص اللي معاه اللي رافعين بيا شكايات اللي هي كيديه.
واش راه من العيب والعار نشوفوا ان شكايات ديال عامل اقليم الفقيه بن صالح كتوظف في ملفات اللي هي سياسيه، وعندي ما يفيد بانني يعني اجراء بحث بان الشرطه استمعت لي اليوم ديال المصلحه الولائيه بخصوص هذه الشكايه ديال بني ملال، وفي تم استمع لي المصلحه الامنيه او المفوضيه او الشرطه القضائيه ديال مدينه الفقيه بن صالح بخصوص هذه الشكايه 2 مرات. راه هذا الشيء راه لا يعقل. شكون هي الجهات اللي كتمارس هاد الحوايج؟ شكون هي الجهات اللي كتحرك هاد الشكايات؟ راه ما كاينش رجال القانون رجال القضاء. واش كاينه شي شكايه اللي كيستمع ليه فيها يعني المشتكى به 3 المرات او انها كتبقى للمصالح الامنيه؟ كيقولوا لي هذا الملف ديالك مشى، كيعاودوا عاوتاني يعيطوا عليا تيقول لي لا كاينه نفس الشكايه. ولهذا بلا ما نطول عليكم ايها المشاهدين، جيت باش ننور الراي العام بخصوص اي ضغط كيتمارس على هذا الملف او التوظيف ديال الشكايات ديال العامل اقليم الفقيه بن صالح الازيد من 3 مرات في ملفات اللي هي سياسيه، وشكون اللي وراء هاد المسائل ديال التوظيف ديال هاد الشكايه هذه. كنطالب باش ان تجي لجنه ديال التحقيق من الاداره العامه او المديريه العامه للامن الوطني من اجل فتح تحقيق في هاد الشكايه، ويفتحوا تحقيق في العدد ديال المرات اللي مستمعين ليا بخصوص هاد الشكايه. وشكرا لكم ايها المشاهدين الكرام. يلا سير.